أبحرنا في بحيرة النوبة ما وراء السد العالي بأسوان لنكشف عن جمال الكنوز الأثرية التي لا يعلم عنها الكثير. فلتبحر معنا ولنستكشف سويا آثار ما وراء السد. بنبدأ بصالة الأعمدة الكبرى أو صالة عامة الشعب، يعني كما أطلق عليها. وسمت صالة عامة الشعب لأن الصالة دي كان مستهدف بيها آه، طبقة معينة من الناس، ألا هما عامة الشعب. بنشوف الصالة دي طبعا العمق بتاعها حوالي 18 متر وعرضها حوالي 16 متر. تم تخصيصها لعامة الشعب عشان يقوموا بتقديم القرابين وإقامة الشعائر بتاعتهم. لو شفنا بالنسبة للتصميم المعماري لصالة الأعمدة الكبرى هنلاقي إن سقفها بيستند على 8 أعمدة، زي ما ذكرنا، 4 من كل جانب، والجزء الداخلي من كل عمود يعني منحوت على شكل تمثال الملك رمسيس الثاني، وهو في الوضع الإله أوزير أو الوضع الأوزيري، وارتفاع التمثال الواحد حوالي 9 أمتار. بالنسبة للموضوعات أو النقوش في جدران صالة الأعمدة الكبرى نلاقيها كلها تقريبا بتمثل أمجاد الإمبراطورية، وبتمثل حروب الملك رمسيس الثاني وفتوحاته مع البلدان الأخرى. يمكن الجدار الأشهر في هذه الصالة اللي هو الجدار اللي بيمثل معركة قادش. هذه المعركة اللي بدأت في السنة الخامسة من حكم الملك رمسيس الثاني واستمرت لحوالي 17 سنة، انتهت بأول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ القديم. طبعا هذه المعركة لها تفاصيل كثيرة وليها مصادر برضو أخرى كثيرة. الملك رمسيس ساب لنا أكثر من مصدر أو أكثر من مكان ذكر فيه تفاصيل معركة قادش، وكان منها معبد أبو سمبل الكبير. لو يعني تأملنا في النقوش الخاصة بالمعركة هنلاقي فيها تفاصيل ليها علاقة بمعسكر الجيش المصري، وليها علاقة ببعض المعارك، بعض تفاصيل المعارك، ويعني حضور القادة وهم بيصطحبوا عدد من الأسرى والقتلى في المعركة. وبرضو يعني تعليمات أو الأوامر اللي أعطاها الملك رمسيس الثاني أثناء المعركة. هنلاقي برضو في منظر بيمثل لنا طبوغرافيا المكان اللي حصلت فيه المعركة. وبرضه هنلاقي في مناظر تانية بتمثل اصطفاف للجيش المصري وتحركه خلال المعركة. معركة قادش طبعا احنا لو اتكلمنا عن الناحية التاريخية بتاعتها في عجالة، هي معركة ما بين المملكة المصرية ومملكة الحيثيين. هذه المملكة طبعا كانت بتمثل قوة في هذا التوقيت، وطبعا مصر كانت إمبراطورية برضو في هذا الوقت. ومن عادة طبعا الممالك القديمة أن بيكون في صراعات بين قوى الموجودة في هذا الوقت، وحصل صراع ما بين المملكة المصرية والإمبراطورية المصرية ومملكة الحيثيين، واستمر الصراع زي ما قلنا لفترة طويلة، وانتهى بمعاهدة السلام. وأتم طبعا الصلح ده أو معاهدة السلام اللي هو بزواج الملك رمسيس الثاني من أميرة الحيثيين. في مناظر أخرى طبعا في الصالة دي بتمثل الملك رمسيس وهو على العجلة الحربية بتاعته، وتحديدا ده بيكون في الجدار الجنوبي. مناظر بتمثل الملك وهو بيقوم باقتحام قلعة على العجلة الحربية بتاعته، قلعة آسيوية. ثم بعد كده منظر بيقوم فيه بضرب الأسرى أو
أو سحق يعني الجنود أسفل أقدامه. وفي المنظر الثالث الآخر بيمثل الملك رمسيس الثاني وهو عائد من معركة في أفريقيا. دي يعني الثلاث مناظر الرئيسية في الجدار الجنوبي. وبعدين بنشوف طبعا الغرف الجانبية لصالة الأعمدة الكبرى، وعندنا غرفتين جانبيين. الغرف دي كانت بتمثل أو كان لها غرض، وهو كانت مستخدمة كمخزن للطقوس أو مخزن لمستلزمات الطقوس اليومية أو للقرابين اللي بتقدم عن طريق الوافدين للمعبد، وبيسيبوا القرابين بتاعتهم وبيتم تخزينها في هذه الغرف. طبعا احنا هنعرف برضو ان المصري القديم كان بيستغل اي مساحة في المعبد، حتى جدران الصالات او الغرف دي كان بيتم نقشها ونحتها وتمثيل بعض المناظر فيها، وكان بتكون طبعا في الغالب مناظر دينية بتمثل الملك في علاقاته مع الآلهة المختلفة، وهو بيقوم بتقديم القرابين للآلهة المختلفة. عندنا في صالة الأعمدة الكبرى غرفتين جانبيتين في الجدار الشمالي، وبعد كده غرفتين أيضا أو غرف جانبية، وهي كانت في التخطيط الرئيسي للمعبد على الطرف الشمالي والطرف الجنوبي. طبعا هي بتبدأ بممر، والممر ده بيؤدي لغرفتين جانبيتين، وبرضه بالطرف الجنوبي نفس الشيء، بيبدأ بالممر اللي بيؤدي لغرفتين جانبيتين اللي كان ليهم أغراض التخزين أو ربما أغراض أخرى غير التخزين. بننتقل لصالة الأعمدة الصغرى اللي بتلي هذه الصالة. وطبعا صالة أعمدة صغرى يعني إشارة لحجم الصالة نفسها، إن هي كانت أصغر في المساحة من الصالة الكبرى. وزي ما احنا شايفين، احنا كل ما بنقترب من قدس الأقداس أو الجزء الأخير في المعبد بترتفع أرضية المعبد، و يعني بينخفض سقفها. وده طبعا ليه مدلول ديني عند المصري القديم، ان احنا لما بنقترب من مقصورة الإله يبقى كده احنا بنقترب من السماء، فمسافة السماء بتقل ومسافة الأرض بتزيد. بالنسبة لصالة الأعمدة الصغرى، هلاقي سقفها مستند على 4 أعمدة مربعة، و يعني عمودين من كل جانب. وجميع المناظر هنا مناظر دينية. هنلاقي منظر للمركب المقدس للإله أمون رع بيقوم بحمله في موكب عدد من الكهنة، وبرضه منظر للمركب المقدس لرحور أختي. وهنلاقي برضه بعض المناظر اللي بتمثل الملك أثناء تقديمه للقرابين وأثناء استقباله للآلهة المختلفة. بعد كده بننتقل لصالة الأعمدة أو الصالة المستعرضة اللي بتكون بعد كده. برضو هذه الصالة المناظر بتاعتها بتمثل مناظر دينية. وهنشوف الجزء الغربي من هذه الصالة بيفتح فيه 3 غرف، غرفتين جانبيتين، والغرفة الوسطى أو اللي هي كانت الأهم اللي هي قدس الأقداس
آخر جزء في المعبد، وهو اللي أكتر مكان مقدس في المعبد. قدس الأقداس زي ما احنا شايفين اللي هو بيمثل المقصورة بتاعة المعبد أو مقصورة الآلهة. تم نحت 4 تماثيل في نهاية قدس الأقداس، والأربع تماثيل دي بتمثل الآلهة اللي تم تكريس المعبد ليها. من اليسار لليمين هنبدأ بالإله بتاح، ثم الإله أمون رع، ثم الملك رمسيس الثاني المؤله، وبعدين بنختم بالإله را حور أختي. المكان ده طبعا غير ان هو اكتر مكان مقدس في المعبد، هو المكان اللي بتحصل فيه ظاهرة تعامد الشمس، اللي هي تم اكتشافها زي ما قلنا اول مرة عن طريق الكاتبة البريطانية إيميليا إدواردز سنة 1874. وهذه الظاهرة بشكل مختصر هي ظاهرة فلكية بتحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس، وإن في نقطتين بيحصل فيهم تعامد لشعاع الشمس في السنة. وطبعا المصري القديم استطاع أو قدر ببراعته أو في نتيجة لمعرفته بعلم الفلك والعمارة إن هو يعني يقوم بضبط التوقيت ده على نقطتين هو تعمد إن هو يحصل فيهم، ألا هو قدس الأقداس. وتكلمنا عنها من الناحية التاريخية. هو طبعا المصري القديم ما تركش لينا أي نقش أو أثر بيدل على حدوث هذه الظاهرة، لكن طبعا بعض الاجتهادات بتربط الظاهرة بحدثين مهمين في حياة الملك، ألا هو يوم ميلاده ويوم تتويجه على العرش، وبعض الآراء الثانية وهي الأقرب للصواب اللي بتربط الموضوع بمواسم الزراعة عند المصري القديم. دي ظاهرة تعامد الشمس على تماثيل قدس الأقداس، وتحديدا 3 تماثيل من ال4 اللي هو الإله أمون رع، وتمثال الملك رمسيس، وراح حور أختي. أما التمثال الأخير على اليسار طبعا ده بيمثل أحد آلهة العالم الآخر اللي هو موجود في الظلام، اللي هو يعني ينبغي أن الشمس ما تسقطش عليه. لذلك المصري القديم يعني قام بإبعاد التمثال أو موقع التمثال من سقوط الشمس عليه في ظاهرة تعامد الشمس. ده بالنسبة للمعبد الكبير.